ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل اكله سهله وبسيطه وسريعه. رز بسمتي بالفراخ، كله يا في صينيه واحده يا في حله واحده. طيب ايه هي بقى المقادير بتاعتي اللي انا يعني هبدا اشتغل بيها؟ احنا شخصين بس. فجبت وركين فراخ، وجبت بهارات، وجبت بصل مفروم فرمته، وجبت دبس رمان. طب ايه البهارات بتاعتي؟ هبدا احطها على البصل واعجنهم مع بعض. البهارات دي عباره عن ملح وفلفل وبابريكا. ليه حطيت بابريكا؟ ان اولا بتدي نكهه حلوه جدا، وثانيا الفراخ بتاعتي لما تكون استوت مش هتكون اتحمرت قوي، فببدا ان انا افتح الشوايه، فدي بتدي لون للشوايه، وبضيف عليها دبس رمان. دبس الرمان بيدي طعم حلو قوي للاكل كلحمه او فراخ. ببدا بعد كده ان انا اخد الفراخ بتاعتي اتبلها من جوه ومن بره، يعني زي ما انتم شايفين من تحت الجلد ومن جوه ومن بره، وبسيبها فتره عقبال ما بجهز الرز. الاكله دي يا جماعه سريعه جدا، تناسب جدا الناس المتجوزه اللي لسه في اول جوازها، اللي ما ملهاش مزاج تقعد تغسل في مواعين. تبقى الصينيه او الحله اللي هيتعمل فيها الاكل، والطبقين التلاته اللي هياكلوا فيهم. ودي لو انت عندك شغل او كده ترجعي تعمليها بسرعه، لان كله هيبقى في صينيه او فين في حله واحده على طول، مش هتستهلكي حاجات مواعين كتير. يلا بقى نعمل الرز. ادي ده الرز بتاعي. انا جبت نص كيلو رز، يعني يعتبر مقام كوبايتين. وعملت البهارات بتاعتي وجبت زبيب وجبت بصل، خرطته قطع كبيرة شوية. طب ايه هي البهارات بتاعتي؟ كاري او كركم، وجبت بابريكا، وجبت قرفة ناعمة. القرفة الناعمة دي يا جماعة بتنزل السكر في الدم حلو جدا. وجبت قرفة عيدان، وورق لورا، وحبان ومستكة وملح ومرق الدجاج. النص كيلو بتحط عليه واحدة بس. تمام. دي بقى المقادير اللي انا هشتغل بيها. طب الرز بتاعي ده النص كيلو عمل كوبايتين رز بكوباية المية اللي قصادكوا دي. طيب احنا في الرز الطبيعي بتاعنا عملنا كوبايتين رز، يبقى عليهم كوبايتين ميه او شويه، كوبايتين وشويه، عشان خاطر الرز المصري بيحتاج ميه زياده. طب الرز البسمتي لا، عمل كوبايتين، بتحطي ضعفهم اربعه. 4 شوربة يا 4 مية، بنفس الكوباية اللي عايرتي بيها يا نفس الكوباية اللي تحطي بيها المية. طب ده تحطي 4 في حالة واحدة لو مش هتسوي معاها فراخ أو كده. طب يا جماعة أنا هسوي معاها فراخ، لا بتحطي 3 كوبايات ونص شوربة أو مية. لان طبعا انت هتحطي مع الفراخ، فالفراخ هتنزل التتبيله بتاعتها، فهتسوي الفراخ، هتخليه مفرفر وحلو جدا. انا جبت هنا بقى الصينيه بتاعتي وضفت عليها سمنه او زيت، وتبقى ابدا ان انا احط البصل واشوح فيه. اول ما الاقيه بيبدا يدبل كده ابدا احط البهارات بتاعتي. ممكن كلها مره واحده او تحطي جزء منها زي ما انتوا كده شايفين اللي انا بعمله. وبقعد ان انا اقلب فيها. اما الاقي كله بقى ابتدى ياخد نفس اللون، هبدا اضيف بقيه المكونات بتاعتي بعد كده زي ما احنا متفقين. انا عايز اقول لكم ان انا حصل لي مشكله كبيره جدا مع الصينيه دي. ايه بقى هي المشكله؟ ان انا السناده اللي بحط عليها الفراخ جوه الصينيه طلعت الصينيه دي صغيره، عايزه صينيه اكبر عشان السناده تخش تقف في النص. فطبعا يعني كانت مشكله. بعد ما خلصت الرز خالص وحطيت الميه زي ما هتشوفوا، هتلاقوا بعد كده الصينيه اتغيرت. فدي كانت بالنسبه لي كارثه، لان كان الحاجه على النار وكانت سخنه جدا. بس فكنت حامله هم يعني انها تقع او كده. بس فالمفروض يا جماعه قبل ما نبدا نعمل حاجه نقيس السناده بتاعتنا على قد الصينيه ولا لا. طب الناس بقى اللي مش عندهم سناده تحط عليها الفراخ او كده بيعملوا ايه؟ عادي تجيبي الصينيه او الحله، وبعد ما تحطي الرز بتاعك والميه بتاعتك وتخلصي خالص، تروحي حاطه ورق الفويل وتخرميه، وتحطي فوقيه الفراخ. طب ليه بخرمه؟ عشان خاطر التتبيله تنزل جوه الرز. وبعد كده اروح مغطيه الفراخ بورق فويل برضو. فاهمنا اقصد ايه؟ انا هنا كده بعد ما ضفت الرز زي ما انتم شايفين، ببدأ ان انا اقعد اقلب بقى فيه فترة طويلة جدا، عشان خاطر كل المكونات اللي انا عاملاها مع الرز تتجانس مع بعضها. فهتلاقوني عمالة اقلب فترة كبيرة جدا. يعني انا كنت بوقف احيانا الكاميرا واقعد اقلب فيها عشان ما اخدش معاكم فترة طويلة في التصوير. اديني كده انا هبدأ ان انا احط الرز زي ما اتفقنا. انا هحط مية، كنت معايراها في قراون او في حلة صغيرة. هبدأ ان انا اضيف المية بتاعتي. بس انا عايز اقولكم ان انا نسيت احط الزبيب، فافتكرته بعد ما حطيت المية. فهروح اعمل ايه بقى؟ اروح اضيف الزبيب دلوقتي زي ما انتوا هتشوفوا.
جاهزين بقى، لان انتوا فجأة هتلاقوا الصينية اتغيرت. هتلاقوني بقى دلوقتي جايبة الزبيب وبحطه بعد ما اغير الصينية. يعني شفتوا بقى الصينية كانت محتاجة صينية كبيرة. ادينا اهو ضفت الزبيب زي ما انتوا شايفين وخلاص. هبدأ ان انا اجيب السنادة بتاعتي. كل ده يا جماعة انا مولعة النار ما طفتهاش عشان الرز ما يعجنش مني، كمعلومة يعني. محدش يقول لا نطفي بقى النار وخلاص، لا، تفضلوا زي ما انتم مولعين النار. وانا على فكرة عقبال ما عملت كل ده كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 200. درجة حرارة 200 عقبال ما كل ده اخلصه يكون الفرن سخن والرز سخن، فيبقى الحاجة تستوي بسرعة. ادينا اهو يا جماعة جبت السنادة وحطيت الفراخ زي ما انتم شايفين. هروح بقى اعملها ايه بالفويل، يلا بينا. اديني جبتها بالفويل، عملته بالفويل بالعرض وبالطول، قفلتها خالص عشان خاطر البخار اللي يطلع يسويها كويس. ماشي، هيسويها كويس جدا. بعد كده هاخدها دلوقتي هدخلها الفرن بتاعي. هسيبها حوالي من ساعة لساعة ونص، برضو تكشفيها تشوفي الفراخ استوت ولا لا. وادي منظر الاكله بتاعتي. يا ريت بقى نعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصل كل جديد، ودي هتناسب اوي الناس الايه المتجوزه. وعلى فكره الرز البسمتي لازم نعمل جنبه سلطه عشان يبقى طعمه احلى. شفت شكل الفراخ والبابريكا عملت فيها ايه؟ حمرتها بشكل حلو قوي. بألف هنا. يلا بقى نشترك في القناه. وعرفت بقى الناس اللي لسه متجوزه جديد دي هتخليهم يخلصوا الاكل بسرعه وينجزوه كده فوقولي في ساعتين يعني. بس ساعتين ده انت هتكوني اصلا نص ساعه قاعده بعد ما تحطيه في الفرن. بألف هنا على قلبكم. يلا بقى نشترك في القناه.